أنا التقيت بيهودي في هولندا، هو رئيس مكتبة الدراسات الإسلامية المكتبة والدراسات الإسلامية كلها، وأنا أشوفه يعني لحيته كذا أطول من لحيتي يعني. فالشاهد، وأنا مبعوث من قبل الجامعة الإسلامية عندهم لأخذ بعض الكتب والمخطوطات وبعض التبادل وحتى أرجع فيها. فأنا أول ظنيته أنه يعني مسلم، إلى أن جلست معه بعد ثاني يوم أو ثالث يوم قال لا جوش يهودي. ما شاء الله يهودي قال يس. طيب ليش ربيت اللحية؟ قال والله لأنه عظماء التاريخ كلهم عندهم لحى. عظماءهم وحقراءهم. فرعون كانت عنده لحية. أنا قلت فرعون، تعرف فرعون؟ فرعون عنده لحية، إيش تبي العظماء؟ لا، أنت عندك لحية إذا أنت فعلا يهودي، لأن دينك يأمرك باللحية. ضحك كذا قال لا ليش؟ قال طيب وأنت ليش عندك لحية؟ قلت على طول سألني، أنا ديني يأمرني بأني أربي اللحية. قال لا، قال شوف المسلمين عندنا في هولندا كثير جدا، وخاصة يقول في المدينة هذه، قال بكرة الجمعة أوديك المسجد حقهم كلهم ما عندهم لحى. قلت أمر الدين شيء وامتثال الناس شيء. هذه مصيبتنا أنه نسيء إلى الدين. والله يعني من ينتسب إلى الدين يسيء. شوفوا اليوم مثلا داعش وغيره والجماعات كم أساءت إلى دين الله تبارك وتعالى باسم الدين، باسم أعلى مرتبة من مراتب الدين، باسم الجهاد في سبيل الله. وجهاد في سبيل الله وين؟ أساءوا إلى الدين كثيرا جدا، وهكذا دائما جماعتنا. وبعد يوم ثاني يوم تعرفت عليه أكثر وجلست معه، وإذ حافظ القرآن كله. لعنك رب. قلت ليش تحفظ القرآن؟ واختبرت في حفظ، والله حافظ القرآن. طيب ليه ما تحفظ التوراة؟ قال لا، ما نتحدى أكبر يهودي وأكبر نصراني أن يكون حافظا لكتابه. طيب ليش حفظت القرآن؟ والله يحفظون القرآن حتى يسعوا ويجتهدوا في إخراج الأخطاء والتناقضات. والله تعبوا وأنشأوا معاهد ومدارس من 600 سنة وأكثر وما وجدوا.